السلام عليكم مشاهدينا الكرام في هذا الخبر العاجل. قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. من قلب العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء شهدت منطقة سيدي البرنوسي حادثة خطيرة أعادت النقاش من جديد حول تصاعد وتيرة العنف المرتبط بخلافات الجوار، بعدما تحول نزاع بسيط جدا بين عائلتين إلى معركة حقيقية استخدمت فيها الأسلحة البيضاء بشكل مرعب. القصة بدأت تخرج إلى العلن بعد انتشار شريط فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظات المواجهة الدامية وتبادل الضرب والجرح بين أفراد العائلتين، في مشهد أثار استنكارا واسعا من قبل المتابعين. هذه المشاهد لم تمر مرور الكرام، حيث تدخلت مصالح الأمن الوطني بسرعة فائقة وباشرت تحريات تقنية وميدانية دقيقة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم. العملية الأمنية أسفرت عن توقيف 7 أشخاص، من بينهم سيدة يشتبه في تورطهم المباشر في هذا الشجار العنيف. المصادر تؤكد أن سبب الصراع يعود إلى خلافات قديمة ومتراكمة بين الجيران انفجرت فجأة لتتحول إلى مواجهات دامية غابت فيها لغة العقل والحوار. المتهمون الآن تحت الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم أمام العدالة، بينما تفتح هذه الواقعة الباب للتساؤل: كيف يمكن لخلاف بسيط أن ينهي مستقبل أشخاص خلف القضبان؟ وهل أصبحت السوشيال ميديا هي الوسيلة الوحيدة لفتح هذا النوع من الانفلاتات؟ شاركونا آراءكم في التعليقات ودمتم في أمان الله.